قال: وما خير من ذلك يا رسول الله؟ قال: أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن التقاضي. فعلى الأعرابي اليهودي حمى تكاد أن تصعد إلى السماء، وقال: يا رسول الله، لقد تبينت لي كل صفة ذكرتها التوراة عنه إلا صفة واحدة جئت أتبينها اليوم، أنك تعفو عمن ظلمك وتحلم على من جهل عليك، وقد رأيتها فيك الآن، ومن أجل ذلك أعلن التوحيد بين يديك. احنا انكشف لنا كل صفاتك التي ذكرت عندنا في التوراة إلا صفة واحدة جيت وقعت فيها اليوم، وهي أنك تحلم على من جهل عليك، وقد رأيتها فيك الآن، ومن أجل ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. أقول لكل غاضب ومغضب ومغضبة: ألم تستمع إلى قول الله في حديثه القدسي: ابن آدم اذكرني حين تغضب أذكرك حين أغضب، وارض بنصرتي لك فإن نصرتي لك خير من نصرتك لنفسك. يقول صلى الله عليه وسلم: الغضب من الشيطان، والذي قال هذا قال: التائب حبيب الرحمن، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ادعوا الله وانتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، يقول سيدنا الإمام الحسن البصري رضي الله عنه: لو شتمني أخ لي في أذني واعتذرني في الأخرى لقبلت عذره. لما؟ قال: حتى أقتلع الفتنة من جذورها وأرد الشيطان مذموما دون أن ينال مني أي غنيمة. وتعالوا مع الأهل لنستعرض مواقف خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام كما أوردتها كتب السير بأسانيدها المختلفة، لنرد على أن رسول الله وعلى من اتهم دينه بأنه معتاشا للدماء وسفاكا للدماء، وهذا مما أذاعته وسائل الإعلام، فلا ترى إلا أقلاما مأجورة وأفلاما مسعورة وأفلاما يؤجج الفتنة بين الفصيل الواحد، وحسبنا الله ونعم الوكيل. تعالوا لنقتبس من رسول الله مقتطفات لنسير على هديه، فإذا عفا فالعفو من صفاته، وإذا قضم غيظا فهو رأس ماله. لقد اتصف الله ووصف خليله إبراهيم بتلك الصفة عندما قال: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. حليم أي متجاوز، أواه الذي يتأوه إذا ذكر ذنوبه، ومنيب مقبل على طاعة ربه. تعالوا الآن لنستعرض مواقف النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عائد من غزوة ذات الرقاع نام تحت ظل شجرة قيلولة الشمس، فجاء رجل يقال له غورة بن الحارث وسل سيفه في وجه النبي. كل هذا ورسول الله نائم. فلما استيقظ النبي قال: ما تفعل يا غورة؟ قال: أردت قتلك يا محمد، فمن يمنعك مني الآن؟ من يمنعك مني الآن؟ وإذا بالنبي يلجأ إلى من؟ يقول: يمنعني منك الله سبحانه وتعالى. فسقط السيف من يد غورة بن الحارث وأمسكه النبي وقال له: يا غورث، من يمنعك مني أنا الآن؟ فقال: يا محمد، كن خير آخذ. فقال: أنا آن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال: لا أقولها، ولكن خذ علي العهد ألا أكون معك ولا أقاتل
محمد بن عبد الله في عفوه. ويوم أن وضعت المرأة اليهودية السم في شاة، والحديث أخرجه أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة من اليهود وهي زوجة سلام بن مكشة من يهود خيبر سألت الصحابة أي جزء يأكله النبي من لحم الشاة؟ فقالوا لها يأكل الكتف، فما كان منها إلا أن دست السم في الكتف. فلما أراد الصحابة أن يأكلوا الشاة قال النبي أمسكوا عن أكلها فإن الشاة أخبرتني بأنها مسمومة، أخبرتني بأنها مسمومة. ووضع الصحابة الشاة من أيديهم وجاءوا بالمرأة التي وضعت السم. لو كنت مكان الحبيب ما تصنع بتلك المرأة؟ أجب بكل صراحة ولا دخل. فلما وقفت المرأة أمام النبي صلى الله عليه وسلم قال لها النبي ما حملك على هذا؟ قالت يا محمد أردت أن أختبر إن كنت نبيا سيطلعك الله على هذا الأمر، وإن كنت كذاب فسيريحنا الله منه. أتدري ماذا قال لها النبي؟ قال اذهبي فقد عفونا عنك. هذا هو رسول الله حتى لا يتهم دينه بأنه معطاشا للدماء وما انتشر إلا بحد السيف، ورسول الله بريء منه. يوم أن دخل ثمامة ابن أثان، ثمامة ابن أثان أحد مشركي اليمامة يدخل المدينة المنورة ذات يوم، فإذا كان عمر مرابطا على باب المدينة فيقول له يا ثمامة إلى أين؟ فيقول يا عمر إلى محمد لأقتله. راجل داخل المدينة وشاهد سيفه، وعمر علم أنه ذهب ليقتل رسول الله، وقامت قيامة عمر فما كان منه إلا أن أخذه وربطه في إحدى سوار المسجد النبوي كما جاء في سيرة ابن هشام والبداية والنهاية والطبقات لابن سعد، وذهب على الفور ليعلم رسول الله أن ثمامة بن أثان جاء ليقتله. قضية قتل مع سبق الإصرار والترصد زي ما علماء القانون بيقولوا ماذا يفعل النبي؟ وجاء النبي على الفور وثمامة في إحدى سوار المسجد النبوي مقيد بالأقبال والقيود، والصحابة أمامه ينتظرون الإشارة من النبي لقطع رقبته ولفصل الرأس عن الجسد. ولكن رسول الله كما قالت عائشة وسئلت عن خلق رسول الله قال كان خلقه القرآن وما خير رسول الله بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن اسمه، وما انتقم رسول الله لعرضه أبدا أي لنفسه، وإنما كان ينتقم إذا انتهكت حرمات الله في الأرض حتى يحق الله الحق بكلماته ويظهر الباطل زهوقا. هكذا كانت تقول أم المؤمنين عائشة. جاء النبي على الفور ونظر إلى وجه ثمامة بن أثان الذي كان يريد قتله وإلى وجوه الصحابة، وعمر رفع سيفه ينتظر الأمر المحمدي. أتدرون ماذا قال النبي؟ قال كلمة فيها العجب: هل أحضرتم له طعاما؟ أحضرتم مين؟ هل أحضرتم له طعاما؟ عمر يقول لرجل كان يريد قتله وتقول نحضر له طعاما. يا أبا هريرة اذهب إلى بيت أم المؤمنين واحلب الشاة وأتني بلبن خالص. ويذهب أبا هريرة ويحلب الشاة ويأتي بلبن أبيض بياض قلب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو رسولكم. ثم يقول النبي لعمر: يا عمر أنت الذي قيدت عليك أن تفكه. شفتوا العدالة؟ أنت اللي ربطته، فكه. عمر يتميز من الغيظ، عشان كده الصحابة ما كانوش راضيين يدروا الولاية لعمر
الله عمر كان بعد توليه الخلافة أرحم الراحمين بعباد الله عز وجل. عمر يتميز من الغير وهو يفوق قيده، وإذا برسول الله يسقي ثمامة اللبن بيده، وهو كان ايه؟ ده كان مشرك وجاي يقتله، والنبي يسقيه الماء واللبن، وبعدما شرب الماء واللبن يقوم النبي يقول له يا ثمامة أما أنا لك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فيها حاجة ديت؟ ما فيهاش حاجة. يوم ثمامة يقول له والله لا أقولها أبدا، فما كان من النبي إلا قال انطلق فقد عفونا عنك. إذا عفوت فقادرا أو مقتدرا لا يستهين بعفوك الجهلاء، وإذا أخذت العهد أو أعطيت فجميع عهودك ذمة ووفاء، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. ويسير ثمامة خطوات، مشي بعد أن عفى النبي عنه. اقرأوا السير. سيدنا سعد يقول كنا نعلم أطفالنا سيرة رسول الله ومغازيه كما نحفظهم الصورة من القرآن. هذا رسول الله في حلمه وعفوه وقضب غيظه. يمشي ثمامة خطوات ثم يرجع إلى الحبيب مقبلا يده ليعلن التوحيد بين يديه. يتعجب رسول الله وصحبه ويقول له النبي ما الذي دعاك إلى الإسلام يا ثمامة وقد أبيتك عندما عرضته عليك منذ لحظة؟ إيه اللي جرى؟ إيه اللي حصل؟ اسمعوا إلى الرب الذي تعجز له البيان والفصاحة من الكلام. قال يا رسول الله ما منعني أن أسلم في المرة الأولى إلا خشية أن يقول الناس إن ثمامة أسلم خوفا من محمد، أما إنك وقد أطلقت سراحي أعلنت إسلامي لا خوفا من أحد ولكن اعترافا بوحدانية الأحد. هذا رسول الله الحلم، فهو القائل من لانت كلمته وجبت محبته. ويوم أن كعب بن زهير وموقف النبي منه لأبين للدنيا أن إذا تكلمنا عن الحلم والعفو فأبو العفو والحلم هو رسول الله. كعب بن زهير شاعر مشهور وخطيب بليغ، أسلم ودخل في دين الله، وزين له الشيطان بعد أن دخل في دين الله أن يرتد عن دين الله. يمكن لا يعلم الكثير هذا الأمر. كعب بن زهير بعدما أسلم ارتد عن الدين بعدها بفترة، زين له الشيطان هذا الأمر. ومش كده وبس، وهجر رسول الله في فناء الكعبة. أنت عارف يعني دي؟ يعني يشتموا بالشعر في فناء الكعبة. فلما فتح رسول الله مكة أهدر دمه، فكان كعب بن زهير من الذين أهدر النبي دماءه في فتح مكة، حتى أن النبي قال من رأى منكم كعب بن زهير ولو متعرض بأسرار الكعبة فليقتله. علم كعب أن رسول الله فتح مكة فهرب إلى بلاد الشام، فلما حطم النبي الأصنام ورضخت له المدينة بأكملها وشبه الجزيرة العربية وعاد إلى المدينة، أرسل أخو كعب بن زهير واسمه بشير أو بشير على إحدى الروايتين بفتح الباء أو ضمها، يكتب إلى أخيه كعب يا كعب تعال إلى رسول الله في المدينة والله لتجدن حلما وعفوا ما وجد في البشرية جمعاء. أخوه بيقول للكعب
تعال إلى المدينة واستغفر رسول الله فيما فعل. وبينما النبي في المسجد النبوي وكعب وقف على باب المسجد بعد أن هجى النبي بأشعار وارتد عن دين الله، ماذا يقول فعل النبي؟ لماذا لا تدرسون هذا لأطفالكم الذين ملأنا قلوبهم من الصغر على الانتقام والتشفي، والطفل معذور والأب مجهول، أفلام أكشن كلها دائرة على الانتقام والضرب والخط، فلا تجد من يرحم أحد، ومن لا يرحم لا يرحم. ومن أين تأتي الرحمة؟ وأفلام مأجورة وأقلام مسعورة وأطفال قائمة ومربعة على التجنب والانتقام. وكعب بن زهير على باب المدينة المسجد النبوي والرسول في محراب، يقول سيدنا كعب يقول له يا رسول الله لو أن كعبا جاء مسلما أكنت تعفو عنه؟ كلمة صغيرة والله لو واحد منا النهارده هيتشفى وهيعمل ويقطع ويسوي يقول لك أنا عالم ايه؟ عالم ايه؟ لأن البلاد على بعضها فتنة. علم ايه ده؟ والله لو اوتيت من العلم ما لا قبل لك به الزم بيتك. العالم اذا اصاب فتنه في قرن، اي عالم حتى ولو كنت انا، ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه، لا تنظروا الى اعمال الناس كانكم ارباب، بل انظروا الى اعمالكم كانكم عبيد، فما الناس الا رجلين مبتلى ومعافى. ارحموا اهل البلاء واحمدوا الله على العافيه. دينك كده يا جماعه. ده سيدنا علي من رأى من اخيه شيء يعيبه فليأمره في ستر ولينهاه في ستر، ولا تكن عونا للشيطان على اخيك. فين العلماء من الكلام ده يا جماعه؟ حتى أريقت الدماء وكادت القرى في كل البلاد ان تتقاتل بسبب علماء الفتنه، العلماء المغرورون الذين لا يسالون انفسهم من اين اتوا بهذه الاموال. انا لا احب ان اتجازى على احد، لاني ربما اكون من اول علماء الفتنه. هذا الامر لا يعرفه الا من؟ الا ربي. ان الله لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم وفي ونياتكم. النبي شاف كعب بن زهير قل له لو ان كعب جاءك مسلما اكنت تقبله؟ يقوم النبي يقول له نقبله ونعفو عنه ونحسن اليه. ده ديننا يا جماعه، هذا هو ديننا. يقوم عمر الشديد يخرج السيف من غمده ويقول دعني ان اقتله يا رسول الله. يقول له يا عمر لقد عفونا عنه، احنا عفونا، الكلمه صدرت خلاص عفونا عنه. يقوم كعب بن زهير يريد ان يكافئ النبي في المسجد النبوي. انت عارف كافئه ايه يا حبيبي؟ يا اللي ما تعرفش امور دينك، يا اللي واخد الدين بالظاهر بالاحكام الظاهريه دون ان تعلم ناسخ ومنسوخ، والمناسبه التي يقال فيها الايه او المناسبه التي قال فيها رسول الله يوم الحديث حتى صرفتم المجتمع كله هذا بدعه وذاك بدعه حتى ضاع روح الايمان من العباد. انت عارف كعب بن زهير عمل ايه في المسجد النبوي؟ والله لو انا اللي عملت كده هتطلع عليها بالمراكيب. كعب قصد رسول الله شعرا، ايوه ابيات من الشعر يمدح فيها رسول الله. انت عارف بدأ القصيده بتاعته بايه؟ ما انت ما درستش اللغه العربيه عشان اجي ومظروف. انا مش هظبطه يا جماعه، انتوا علماء مسالتنا. لا بتدرس البلاغه ولا الفصاحه ولا العروضه ولا الادب ولا الشعر ولا كل شيء حتى اناظره. انت عارف كعب بن زهير بدأ القصيده بالغزل امام مين؟ امام النبي. بيقول له بانت سعاد، ده اول القصيده كده بانت سعاد، الى ان وصل الى قوله نبئت ان رسول الله اوعدني والوعد عند رسول الله مأمول، هل هذاك الذي اعطاك
يغش وابتسم حتى بدت نواجذه وظهر هذا على وجهه. في روايه ان النبي دعا له وقال اللهم ايدك بروح القدس. قال له الدعوه دي بتاع بس اكثر وقت النبي حسان بن ثابت ماشي. النبي دعا وبعد ما ضحك النبي اراد ان يكافئ كعب. انت عارف النبي عمل له ايه؟ بعد ان مدحه بشعر خلع عليه بردته العبايه بتاعته حب يديها له بقى. هنقول ده نفاق؟ هنقول ده رياء؟ والنبي قال من صنع منكم معروفا فكافئوه فإن لم تقدروا فادعوا له. يوم النبي يخلع عباءته ورداه ويعطيها لكعب بن زهير ويلبسه إياها بعدما قصد النبي بهذا الشعر في المسجد النبوي، مش على المسرح الفلاني والعلاني، ده في قلب الايه؟ في قلب المسجد، والنبي أقرها. وظل أهل كعب يفتخرون ببردة النبي تنهم متوارثينها واحد ترى واحد بردة النبي ولبسه، إلى أن جاء عهد معاوية بن أبي سفيان. العلماء يقولوا فاشترى معاوية تلك البردة بوزنها ذهب. حط العباية في كفة والذهب وسطها. العباية مين؟ اللي بيقول لك التبرك بالنبي. ما هو للأسف ما انتش لاقي يرد عليه. ما حدش لاقي حد يرد عليه. مش عايزين نتكلم. ايه اللي يخلي معاوية يزن تلك العباءة بوزنها ذهب؟ واخذها معاوية. يقول العلماء فكان معاوية اذا صعد المنبر ليخطب المسلمين لبس عباءة النبي فكان يكسره الهيبة والوقار والجمال من شيء مس جلد رسول الله. هذا ديننا. خذ العفو واعبد العرف واعرض عن الجاهلين. يوم ان ياتي اعرابي يقول له اوصني، النبي يقول له لا تغضب. يعيد عليه المره الثانيه اوصني، يقول له لا تغضب. الثالثه اوصني، يقول له لا تغضب. الرجل يقول في روايه احمد لما رجعت الى بيتي فكرت في قول رسول الله فعلمت ان الغضب يجمع جماع الشر. كل الشر اللي في المجتمع دي غضب اللي احنا فيه. والإنسان وقت الغضب يملك نفسه ربما أتى بأشياء. عشان كده بنقول من غضب إذا غضب أحدكم فليتوضأ في حديث، وفي حديث آخر إذا غضب وهو قائم فليجلس. فليجلس على الأرض حتى تنفض ثورته. أنت عارف ضرب معاوية بن أبي سفيان أروع الأمثلة في الحلم. عشان كده بانت له الامور واقبلت عليه العشائر واحبته القبائل. ان اردتم معرفه كيف ذلك فاسمعوا التوحيد لله. احنا النهارده بنرد على قضيه مهمه يا جماعه عشان تعرفوا تردوا على اللي يتهم دينكم لانه دين الارهاب. والله يعلم ان رسول الله واصحابه بريئون من هذا. سيدنا معاويه بن ابي سفيان ضرب به المثل في الحلم. عمر ما حد اثره في اي حاجه وشتمه كان يرد عليه ابدا. هل هذا عن ضعف؟ ابدا، ما كانش عن ضعف. ما هم اللي سمعوا كلام النبي ثلاث من جاء بهن مع الايمان بالله وحده دخل من اي ابواب الجنه الثمانيه ودعاه الله على رؤوس الاشهاد. ايه الثلاثه دول يا رسول الله؟ من ادى دينا خفيا، واحد عليه دين اخوه وانت رحت ايه؟ ابو ده من افضل الاعمال سددت عنه من غير علم. ومن عفى عن قاتله ومن قرأ سورة الإخلاص دبر كل صلاة مكتوبة. ده دول ثلاثة من جاء بهن بعد الإيمان دخل من أي أبواب الجنة الثمانية. فمعاوية عمر ما حد أصابه في حاجة أبدا وعمر حد استفزه. أنتوا عارف دخل عليه واحد من الخوارج مرة وهو قاعد في المجلس في المسجد، رهوا عليه وقالوا من منكم اليوم يستفز معاوية بن أبي سفيان. هو الكلمة لما تطلع من عالم أو أي واحد له سلطة بتنحسب عليه، أما من الإنسان التافه لا قيمة لها. فواحد من الخوارج قال النبي أنا الذي سأستفزه اليوم واجعله يأتي بما في داخله.
فمعاوية جالس في المسجد ودخل الرجل عليه واصحابه قاعدين حواليه، واذا به كان سيدنا معاوية سمين، كان مليان، حتى بعض الوقت كان هو اول من شرع خطبة الجمعة وهو جالس كان يقعد يخطب لان رجله ما كانش شيئا. في بعض الاحاديث من سبب هذا الامر عشان برضك ما فوتش امانه علم الدين، ان النبي بعث له ابو هريره ذات يوم ليكتب له الوحي، فكان سيدنا معاويه ياكل فقال لابو هريره امضي وساتي، يقول النبي بعث له ثاني فيقول له امضي وساتي لحد ما النبي بعث له 3 مرات ويا معاويه مشغول في الاكل واذا النبي يقول لا اشبع الله لك بطنك. فكان سيدنا معاويه لو قدامه خروف زي ما يقولوا كنا بياكل. هذا دين يا جماعه والله. انا مش عارف تدرس الكلام ده ليه؟ ما بنبينوش للناس ليه؟ اللي على هوانا العصر مذهبنا ناتي به ليه؟ فقط يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعضه ليه؟ يا جماعه اعرض الراي الاخر ثم احكم من انت فيه بما انزل الله وبما قال رسول الله. المساله تحتمل 1000 وجه، خذ باي وجه منهما ميسر ما اختار رسول الله وما خير بين امرين الا اختار ايسرهما. لما التعقيد ولما الدين المتشدد؟ ان الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه فاوقنوا فيه البرث. انت هتقدر توصل له الموضوع ملوش نهايه. فالراجل دخل على معاويه السمين وتخين زي ما قلنا عليه رضي الله عنه وارضاه، رضي الله عنه وارضاه. واذا بالرجل يقول ما اشبه إستك بإست امك يا معاويه. تعرف يعني ما اشبه إستك؟ امه كانت اسمها النابغه بنت حرمله وكانت ست تخينه رخره مليانه، فالراجل دخل عليه يعني بيشتمه وما اشبه إستك يعني مقعدتك بمقعده امك. بالله عليك لو واحد شتمك الشتمه دي هتعمل له ايه؟ والله احنا خليه الام بدل دخلت فيها خلاص المجازر تقوم واعداء الفتنه يشعلون النيران. ما اشبه إستك بإست امك يا معاويه. وسكت معاويه. انت عارف رد عليه قال له ايه؟ قال له هذا ما اعجب ابي سفيان منها لذلك تزوجها. انا لو قلت كلمات الحاج هيقول الشيخ عنده زوجت ولا ايه؟ احنا مش فاهمين حاجه والله. ده اللي اعجب ابي سفيان من امي فعشان كده اتجوزت عشان هذا الامر. يقول لك فرجع الرجل حزينا يعض على الياده، ما قدرش ان هو ايه؟ يسير ويستفز كلمه. ده يقول لك كان لعبد الله بن الزبير ارض بجوار معاويه بن ابي سفيان في بلاد الشام. ذكرها صاحب بدايه والنهايه وابن عبد الحكم في كتاب التاريخ والحكم. ارض عبد الله بن الزبير، وكانت ارض عبد الله بن الزبير فيها خدم يعملون فيها عبيد يعني زراع بيحرسوها وشغالين فيها. فجار عبيد عبد الله بن الزبير على ارض مين؟ سيدنا معاويه. سيدنا قد راسنا يا جماعه والله رضي الله عنه. فجار عبد الله بن الزبير على ارض معاويه، فزعل عبد الله بن الزبير وغضب وكتب كتابا الى معاويه بن ابي سفيان. انت عارف قال في الكتاب اسمع يا معاويه. ده كان سيدنا معاويه امير للمؤمنين يعني ما قالوش ايه؟ يا امير المؤمنين. هو غلطان. الخدم والعبيد نزلوا ارضه واشتغلوا في الارض يعني هلكوها. فكتب اليه الكتاب يقول له يا معاويه ان عبيدك نزلوا ارضي فانههم عن ذلك وامضهم والا كان بيني وبينك الشك والسلام. خطاب شديد الايه؟ اللهجه. فمعاويه قرأ الكتاب، فبعدما قرأ دفعه الى ابنه يزيد قال له اقرأ يا يزيد وقول لي هنعمل ايه في هذا الامر. فيزيد قرأ الكتاب فقال له يا ابتي، يزيد كان متهور الشباب خلقوا في دنيا غير دنياكم. قال له يا ابتي ارى ان نرسل الى عبد الله بن الزبير جيشا اوله عنده واخره عندنا ياتون لك برقبته. فقال له انا خير من ذلك يا يزيد.
مفيش خير من ذلك برضه، ويعني الدماء على طول والرؤوس على طول سهله كده بالنسبه لي. قال وما خير من ذلك يا ابتي. الراجل بيعنفك في الكتاب بتاعه حتى ما قالش يا امير المؤمنين ولا بدا بالسلام ولا ختمها بالصلاه على العدنان. فقال اتني بدوات وقرطاس يا يزيد، فاتى به فكتب. فعارف كتب ايه؟ واحد شدد عليه في الله وبعت له رساله جديده، يرد عليه ازاي؟ يقول له بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلقد وقفت على كتاب ولد حواري رسول الله. والزبير بن العوام كان من حواري النبي، شفتوا الأدب. وقفت على كتاب ولد حواري رسول الله وأساءني ما أساء، والدنيا كلها بما فيها من النعيم إشارة تحت يد عبد الله بن الزبير. ومش كده وبس، واعلم يا عبد الله أننا تنازلنا عن أرضنا لنضمها إلى أرض بما فيها من الأموال والعبيد. شوف العدل، شوف العدل، شفتوا الأدب. عبد الله بن الزبير لما قرأ الكتاب طبعا ضيعوا معاه. وفعلا يا جماعة الإنسان لا يقابل السيئة بالسيئة، مش ضعف، والله ما ضعف. يعني أنا لما واحد يجي يشتمنا ويطلع إشاعات عليه عدم رد هذا ضعف عن هذا، والله ما هو ضعف أبدا. ده النبي يقول في حديث كان الحليم أن يكون نبيا. ويقول في حديث آخر ما زال جبريل يوصيني. تقول له عنه يقول بالجار، لا في حديث آخر يقول ما زال جبريل يوصيني بالعفو حتى ظننت أن ربي سيأمرني بترك الحدود. من شدة العفو، فهذا ليس عن الله. فلما قرأ عبد الله بن الزبير الكتاب كتب كتابا وآخر يرد عليه. شوف قال له بقى، قال له بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، لقد وقفت على كتاب أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان أدام الله عزه وأطال عمره وأعدمه الرأي الذي أحله من قريش هذا المحل، والسلام على كاتب وحي رسول الله. النظرة ايه اتغيرت، فريح قتل يزيد بن قال له اقرأ يا يزيد. فلما قرأ يزيد على وجهه الابتسامة يقوم معاوية يقول له يا بني اعلم أن من عفا ساد ومن حلم عظم ومن جاد الثمال إليه القلوب. ثم أنشد إذا مرضتم أتيناكم نعودكم وتذنبون فنأتيكم ونعتذر. شفتوا يا جماعه الادب؟ انت عارف كان الاحنف بن قيس يقول لك الراجل ده ضرب مين المثل في الحلم، فلما نيجي نقول الشجاعه يبقى قصدنا على مين؟ على عنتر. في الكرم حاتم، في البخل الحطيئه او العتاهيه، في كذا وكذا، في الزهد ابراهيم بن ادهم، في الحكمه لقمان. فكانوا لما يقولوا الاحنف بن قيس يبقى منصوب به الحلم. الحلم. فقيل له ذات يوم واختم خطبتي بهذا الموقف لتنظروا الى الرجال وكيف ربى محمد بن عبد الله الرجال. الأحنف بن قيس قيل له ممن تعلمت الحلم يا أحنف؟ أنت عارف أنا تعلمته منين؟ من راجل اسمه قيس بن عاصم. قيس بن عاصم. بعد الخطبة دي كلها هيقولوا الشيخ بتاع الجماعة الشرعية الكلام ده خلي بالكم، ما هو الحفظ مش عندهم، وانت ما انتش قارئ لا أدب ولا قارئ بلاغة، وأنا كمان أعمل لك إيه؟ بحور العلم واسعة، ائتي بما نأتي به. فالأحنف بن قيس قيل له ممن تعلمت الحلم يا أحنف؟ قال من رجل اسمه قيس بن عاصم. قال له ازاي؟ قال له كنا جالسين ذات يوم. ده مين اللي يحكي بقى؟ الأحنف بن ايه؟ ابن قيس. كنا قاعدين عند قيس بن عاصم في مجلسه نستمع إلى نصحه ونتلقى حكمه، فأقبل علينا أكبر أبنائه. دخل علينا وراجل بيشرح لنا في الحكم عياله، وبأيديهم لقيتهم واحد مقتول يسيل قدامه منه، والآخر مقبل بالسلاسل والأغلال. واحد مقتول والتاني متكتف مكتفينه. ودخلوا على قيس بن عاصم أبيهم، أبنائه داخلين على الراجل اللي بيشرح ويتكلم في الحكم والمواعظ. فقال أكبر أبنائي يا أبانا حدثت مجارجرة بين أخانا وبين ابن عمنا، فقتل ابن عمنا أخانا. يعني المقتول يبقى مين؟ يبقى ابنه واخو العيال اللي دخل عليه.
والمكبل بالسلاسل يبقى مين بالنسبه له؟ ابن اخوه، يبقى هو ايه؟ عمه. بالله عليك ده عشان صمت اخوك جاب عليك على الحد، ده احنا بنقوم الدنيا ونقعدها. والله المعارك بتوب. اهو داخل عيد اضحى، اما اشوفك هتسامح ولا مش هتسامح بعد الخطبه دي يا جماعه. تخيل ابنه مقتول والدم يسيل منه وابن اخوه امامه ومكبل، يوم ينظر الى القاتل ويقول له يا ابن اخي لما فعلت هذه الجريمه الشنعاء؟ لقد اسمت بربك ورميت نفسك بسهمك وقتلت ابن اخيك وابن عمك. ثم انشد يقول اقول للنفس تصويرا وتعزيه احدى يدي اصابتني ولم ترد، كلاهما خلف عن فقد صاحبه، هذا ولدي حين ادعوه وذا اخي. يعني هتتفهم الايه في ايه؟ ده ابنه وده ابن اخوه، ما ابن اخوه يبقى ابنه برضه. هعمل فيك ايه؟ شوف انت عارف عمل ايه تاني؟ راح قايل اكبر ابني يا بني حل قيد ابن عمك وفك قيده وحل وثاقه وادفن اخاه وارسل الى امه 100 ناقه دية ابنها فانها غريبه عنا. في رب يعمل الكلام ده؟ الام ميتة يا معهم بس، يعني هنقوم الدنيا ونقعدها عشان خاطر واحد قال كلمه في حق اخوك؟ هذا اللي بيحصل، المصايب اللي موجوده في البيوت والله يا جماعه. الراجل قال له اديها 100 ناقه دية ابنها فانها غريبه عنه. الاحنف بن قيس والله ما غير حديثه ولا قطع كلامه ولا فك حاجات، يعني ما انتقلش من المجلس بتاعه، مش لطم الخد وخرب الدنيا وشعل البيوت على بعضها ومن حقه فيه قصاص، بس وان تعفوا اقرب للتقوى. عشان كده عظمته العشائر، عشان كده يوم مات قيس بن عاصم رصاه احد الشعراء فما كان قيس موته موت واحد ولكن بنيان قوم تهدم. اسال الله العلي القدير ان يقذف الحلم في قلوبنا، اللهم اقذف الحلم وكسب الغيظ في قلوبنا. اللهم انا نسالك رضا وامنا وايمانا يوم القيامه. اللهم لا تدع لهذا الجمع ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته. اغفر لنا الذنوب، استر علينا العيوب، اغث منا الباقي الندوب، انصر الاسلام والمسلمين، اعز الاسلام والمسلمين، دمر اعداء الدين. اللهم من اراد ببلادنا خيرا وفقه يا رحمن، ومن اراد بمصر سوءا ينتقم منه يا جبار. ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، لا تعذبنا فانت علينا قادر، اغضب بنا فيما جرت به المقادير. اجعلنا عبيد احسان لا عبيد امتحان، اجعلنا عبيد احسان لا عبيد امتحان. اللهم لا تشرك بنا اعداءنا، اللهم لا تحملنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. يا رب لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. عباد الله حياكم الله، شكركم الله، وتذكروا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين